أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل تقدروا تبعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات، وإن شاء الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا يحيى، عندي 40 سنة، أبويا توفى من 20 سنة وساب لي أسرة مكونة من أم و3 اخوات بنات وأخ واحد عنده 6 سنين. وقتها كنت لسه هدخل الجامعة، وأبويا ساب لنا محل قطع غيار سيارات يدوب بيكفي مصاريف العيلة بالعافية. والكل طبعا قال لي اني راجل العيله ولازم اشيل المسؤوليه، وانا قلت لهم اكيد، بس من جوايا كنت زعلان وخايف وقلقان. كنت بقول دي مسؤوليه كبيره عليا. وبمجرد ما فتحت المحل لقيت كل التجار اصحاب ابويا الله يرحمه جم يساعدوني وبيقولوا لي انت راجل وربنا يعينك على المسؤوليه دي. وشويه شويه بدات اعرف اسرار الشغلانه وبدات اثبت نفسي في السوق. كان في شويه ديون على المحل سددتها، ولقيت امي واخواتي بيهتموا بيا اكتر، بس انا من جوايا كنت متغاظ ومتضايق ان شاب في سني المفروض يعيش حياته مش يوجع دماغه بمسؤوليات هو مش قدها. واحيانا كنت بتنرفز على امي واخواتي وهما ما كانوش بيردوا عليا ابدا، بس كانوا بيعيطوا ويسيبوني ويمشوا. اخواتي البنات اتخرجوا من الجامعه واتجوزوا، فقررت اني انا كمان اتجوز، وبالفعل اتجوزت بنت واحد من جيراننا كان مدير في هيئه حكوميه، وعاشت معانا في شقتنا. وفي الفتره دي كنت مستني اخويا الصغير يخلص تعليمه بفارغ الصبر علشان يشيل عني شويه. ومن وهو 10 سنين كنت بخليه يقف في المحل 5 ساعات، وكان كل اللي حواليا بيقولوا لي انه لسه صغير قوي على كده. قلت لهم لا، انا بعلمه يتحمل المسؤوليه. وشويه شويه زادت الساعات، كنت بخليه يقعد طول النهار. كان مستواه في الدراسه سيء وبينجح بالعافيه، لاني بصراحه كنت شغله طول النهار بالمحل. لحد ما جت ثانويه عامه وسقطت. انا انهارت وقعدت اضرب فيه، وهو يقول لي هنجح السنه الجايه، المحل خد مني كل وقتي. ودخل غرفه امي وانا قعدت مع نفسي، حسيت بذنب رهيب اني ازاي اعمل فيه كده، واني ما كنتش بديله وقت يذاكر اصلا. تاني يوم توقعت انه مش هيجي المحل، لقيته جاي وقال لي معلش على التاخير، كنت تعبان ورحت المستشفى. فسالته خير، قال لي ان جنبي وجعني شويه. قلت له بالليل هنروح لدكتور. كنت بقول له بلاش تقف في المحل وذاكر علشان يبقى عندك وقت للمذاكره. كان بيصر يقف ويسهر طول الليل ويذاكر وما بينامش غير 4 ساعات بس. ونجح بس مجموع بسيط ودخل معهد. في الفتره دي واحد من اصحابي قال لي ممكن يكون ملموم على شله بايظه ويسرق فلوس المحل. فبدات اشك فيه وواجهته، فبكى وقال لي انا ابن فلان زيك، وده كان راجل محترم وعارف ربنا، ازاي هطلع كده؟ كان اخويا بيصلي كل الفروض في وقتها، وكان بيقضي كمان مصالح اخواتنا البنات وولادهم. خلال الفتره دي تجارتي كبرت، فاشتريت عربيه واشتريت عفش جديد واشتريت المحل اللي جنبي. وخيرت اخويا انه بدل ما يدور على وظيفه يشتغل في المحل التاني، وهو اكيد كده كده له نصيب شرعي يعني فيه. فقال لي انه بيعتبرني ابوه واني اللي هقوله عليه هيعمله. قلت له وانت بتدور على شغل جرب المحل كده، ولو لقيت امورك تمام كمل. وبالفعل التجارة زادت وكبرت أكتر لأنه كان نشيط جدا. بس للأسف نفس الوسواس القديم رجع لي تاني وقال لي ده ملموم على شلة بايظة وبيسرق فلوسك. بدأت أعمل معاه مشاكل لحد ما في يوم شفت معاه ساعة قيمة وغالية. قلت له أنت بتسرق فلوس المحل عشان تشتري بيها حاجات لنفسك؟ قال لي لا، دي أختك الكبيرة هي اللي جابتها لي في عيد ميلادي. وبصراحة كلمت أختي وطلع صادق، بس ما قدرتش أطرد الأفكار دي من دماغي. وللأسف كان معظم مشاكلنا قدام الزباين والعمال في المحل. الكل بدأ يعرف إني بشك في ذمة أخويا، واتخانقت معاه وطردته من المحل. سابني واختفى شهرين. لقيته في يوم جاي يزور أمي، فاتخانقت معاه ودخلت أوضتي وقفلتها. عرفت من مراتي إنه اشتغل عند مستورد قطع غيار كبير وإنه ناجح في شغله عشان أمانته. واتصلت بالتاجر ده، فقال لي إنه بيشكرني إني اتنازلت عنه ليه، لأنه سكره وفي وشه القبول، وربنا بيكرمه في أي حاجة بيعملها. قلت له بس انا مش مسؤول لو سرق منك حاجه، فقفل السكه في وشي. بعدها بشويه لقيته جاي لي وقال لي انه ما يعرفش اب غيري وعاوزني اجي معاه عشان اخطب له. رفضت طبعا. قال لي طب ممكن تخلي امك تبقى تيجي معايا هي واخواتنا البنات علشان ما بقاش من غير اهل قدام خطيبتي. قلت له لا، فقال لي كتر خيرك يا اخويا ومشي وسابني. وهددت اخواتي البنات ان اللي هتروح له مش هديها مليم من الميراث. بس خالتي هزقتني وقررت هي وجوزها وولادها يروحوا معاه عشان يخطبوا له. والتاجر اللي شغال معاه هو اللي راح كمان خطبها له، واداله مبلغ كويس نقود. ومر حوالي 4 شهور وجاي يزور أمي، فلاحظت إن شكله تعبان ومش قادر يتكلم. فسألته مالك؟ قال لي إن جنبه وجعه تاني وراح المستشفى وهو دلوقتي تمام. قلت له لا، هنروح لدكتور كبير بالليل. قال لي مش هينفع، عندي شغل. وقبل ما يسافر اديته فلوس، رفض ياخدها. قلت له اعتبره من حقك، اعتبر ده من حقك في ميراث ابوك. قال لي انا خدت ميراثي وزياده. انت علمتني واكلتني وكتر خيرك لحد كده، ولو لسه ليا فلوس ابقى اديها لامي. ومشي. تاني يوم لقيت التاجر اللي بيشتغل عنده بيتصل بيا وقال لي البقاء لله. انا اتصدمت، فكرت انه بيتصل بحد تاني بطريق الخطأ. وللأسف اخويا مات وجالي اكتئاب، واللي زوده نظرات امي واخواتي اللي فيها لوم رهيب ان انا السبب في كل اللي حصل له. وخالتي اللي راحت خطوبته مجرد ما شافتني قعدت تلوم فيا وتجرح فيا، وما عدتش بقدر اروح المحل.
كل ما احاول انام اشوف اخويا مش راضي يكلمني في المنام وبيبعد عني. فقدت كل شعور بالنجاح في الحياة. رحت لاكتر من دكتور، كلهم وصفوا لي ادوية، لكن مش قادر اخرج من الحالة اللي انا فيها. ممكن تقولي لي اعمل ايه؟ لصاحب المشكلة: ربنا يرحم اخوك ويصبركم يا رب. راحة القلب من راحة الضمير، وانت مؤرق الضمير باحساسك بالذنب ناحية اخوك، لانك ظلمته كتير بافكارك اللي ما كانش ليها اي اساس من الصحة او بوساوسك. اولا استغفر ربنا على كل لحظة شكيت فيها في اخوك، وبين براءته قدام كل الناس اللي خلتهم يشكوا فيه، وطلع صدقات كتير عنه، وحاول تود اصحابه واهل خطيبته، وعوض الحنية اللي حرمت اخوك منها في اخواتك وامك. يمكن ده يكون شفيع ليك يوم القيامة. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. وفي النهاية بتمنى لك حياة سعيدة.